بص انا مش عارف ابدا لك الفيديو منين، اللي ده اجمد مشويات فيك يا اسكندريه. هتقول لي ازاي يا عم خالد؟ اقول لك يا عزيزي انا مش محتاج اتكلم، انت لازم تروح تجرب بنفسك. كل ما تتخيله فيك يا مشويات هتلاقي عندها مشويات جده. مين بقى مشويات جده بقى؟ تعالى اعرفك. الراجل ده بسم الله ما شاء الله كل الشيفات اللي عنده خبره اكتر من 30 سنه. هتقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني باختصار كده يا عزيزي، انت تاكل احلى مشويات واحلى واحد حوشي كهراوي ممكن تدوق في حياتك. وزي ما انت شايف كده يا عزيزي 24 ساعه بسم الله ما شاء الله المكان مليان. ويا بختك يا بختك يا بختك لو انت من السيوف، لان المكان ده يا جماعه موجود في السيوف. وطبعا هيجي حد يقول الاسعار عامله ايه يا خلود، احب اقول لك الاسعار بتاعته في متناول الجميع. يعني عنده مثلا سندوتش الكفته بيبدا من 25 جنيه، وكل ما تتخيله في المكان ده هتلاقيه، اذا كان سماش برجر او شيش طاووق بانيه شرايح لحمه وحواوشي وطرب وكبده مشويه. بسم الله ما شاء الله من كتر ما الكبده المشويه عليها اوردرات كتيره قوي دايما ما ببلاهاش. وبالمناسبه كده يا عزيزي انا جاي اقول لك ان جده عامل منيو رمضان بيكسر الدنيا، وانا مش محتاج اتكلم، اكيد الاكل بيتكلم عن نفسه. انا اسف لكل الاماكن الاي كلاس، بس صدقني وما ترجعش ورايا، ده احلى مشويات هتاكلها في حياتك. ولو انت من مدمنين الحواوشي الكهراوي اللي بالجبنه فانت مش محتاج تروح القاهره عشان تجربه، هو جالك لحد عندك. وعجبتني قوي حركه ان هو بدل ما